السلام عليكم. من الحاجات اللي بتاخد مننا وقت لما بنيجي نتعامل مع اي اي دي ايه البرومبت اللي بكتبه. لازم اكتب له برومبت كبير بالتفصيل عشان يديني النتيجة اللي انا عايزها. يعني ما ينفعش مثلا اروح في اس كود او كيرزر او وين سيرف واقول له كرييت اي كوميرس اب واسيبه. هو هيروح يخبط ويبدأ يكتب في كود ويرجع لي ويكتب حاجات غلط وهكذا. الحل ان انا بدخل مثلا جي بي تي وبكتب البرومبت اللي انا عايزه وبقول له جنريت فول برومبت، بيديني برومبت كامل بالتفصيل لكل حاجه انا محتاجها، اعدل عليه وابعت كل ده للفيس كود او لكيرزر او وين سيرف عشان يديني النتيجه اللي انا عايزها. النهارده هنتكلم على اي دي اسمه كيرو، وده من شركه امازون. موجود دلوقتي في بريفيو مود. عشان تقدر تعمله داونلود لازم تخش على الويت ليست، تحط ايميلك، بعديها بفتره هيجي لك زي انفيتيشن كود بتعمل له داونلود وبتشتغل بيه. المميز في ال AI IDE ده ان هو ذكي بجد وبيدي نتيجة افضل بكتير من ال AI IDEs الموجودة. حاجة كمان دي لاحظناها في اغلب ال AI IDEs، بيكتبوا ان هو برودكشن ريدي وجاهز للبرودكشن ابلكيشنز، ولما جربناهم في اكتر من AI IDE طلع الكلام ده فنكوش. بس بالنسبة لكيرو لا، هو ذكي جدا ومتقدم جدا وجاهز للبرودكشن ابلكيشن. طيب، فكرة كيرو ان هو عبارة عن spec driven development. وموضوع ال spec driven development يعني عملية التطوير او البرمجة بتكون كلها مبنية على السبيكس او المواصفات الخاصة بالمشروع بتاعك. بمعنى ايه؟ ان انت بتعمل سبيكس الاول، بتحط دوكيومنتيشن ومواصفات للابلكيشن وبتبدأ تشتغل عليها او بتكود على الاساس ده. فبكده الكود بيبقى مجرد وسيلة لتحقيق السبيكس او المواصفات دي. تمام. طيب، الحاجة التانية المميزة في كيرو ان انت ببرومبت بسيط جدا، يعني هنا كاتبين ان انت بيحول البرومبت ل clear requirement وسيستم ديزاين وتاسك. فانت هنا باقل requirement ممكن تحطها له او اقل برومبت بيبدا ياخد البرومبت ده بيحلله على اساس طبعا المشروع بتاعك، وبيحط لك سبيكس كامله، ديزاين وبرودكت وتك ستاك بالكامل، وبيقسم لك الكلام ده لتاسك ومش تاسك زي ما شفناها مثلا في الفي اس كود ان هو يحط لك بوليت بوينت ويبدا ان هو يتحرك على اساسها. لا، بيحط تاسك كبيره كيوزر ستوريز وبيقسم التاسك دي لسب تاسك ويبدا ان هو يتريت عليهم او بيتحرك على اساسهم. تقدر طبعا تراجع التاسك وتعدل زي ما انت عايز وهكذا. في حاجه كمان، الايجنت هوك. والايجنت هوك انت بتديله الحاجات الريبيتد، يعني حاجات بتكررها انت بتعملها بشكل دوري كل شويه، فبتديله بتعمل جنريت لايجنت هوك، والايجنت هوك اوتوماتيك لما بيحصل التشينج ده او الحاجه دي بيروح يشتغل في الباك جراوند. تمام. هناخد المثال بتاعنا على بروجكت نيكست ابلكيشن عملناه في الفيديو اللي اتكلمنا فيه على الفيتشر فلاج. فانا عندي هنا الفرونت اند نيكست ابلكيشن وعندي الباك اند جافا سبرينج بوت ومشغلها بفلاج على الدوكر كفيتشر فلاج. البروجكت بتاعي هنا عندي في البرودكت ديتيلز الاد تو كارت مش شغال، وصفحه الكارت بترجع لي 404 مش موجود. جميل. هنيجي هنا على كيرو ونفتح الفرونت اند ابلكيشن بتاعنا النيكد جي اس. هلاقي عندي هنا في اليمين الجزء الخاص ب ليتس بيلد. ليتس بيلد فيها تو سيكشنز. الاول فايب، وده اللي هو الافتراضي في اي دي فايب كودنج. بخش اديله برومبت ويبدا ان هو يرد عليا وياخد اكشنز ويكتب لي كود غلط او لا اصلحه وهكذا، نبدا نجري ورا بعض. الجزء الثاني هو السبيك، وده اللي هنتكلم عليه وده المميز في الكيرو. السبيك بياخد منك البرومبت، بيفكر فيه وبيعمل بلان، على اساس البلان دي بيبدا يجنريت ريكويرمنت وديزاين، وبعد كده بيقسمها لتاسك وسب تاسك ويوزر ستوريز ويبدا ان هو ياخد اكشنز عليها. وطبعا كيرو هنا شغال بكلاد سونيت 4 بس، مفيش اي مودلز تانية. وعندي الاوتو بايلوت ده بياخد اكشنز بالنيابه عني، مش بيسالني كل شويه، يبدا ان هو يعدل في فايلز ويجنريت فايلز وهكذا. من هنا ممكن ارفع له صوره مثلا فيها رسمه او اركتكتشر معين، يقدر ان هو يحلل الصوره ويبدا يكتب الكود على اساس الصوره اللي رفعتها له او الكونتكست. جميل. ده الجزء اللي في اليمين. في الشمال هنا عندي ايكون كيرو، لو دوست عليها كليك بلاقي 4 سيكشن. سيكشن اول سبيكس وهو نفس السيكشن ده. سيكشن الثاني الايجنت هوك هنتكلم عليه بالتفصيل. سيكشن الثالث الايجنت ستيرنج، والسيكشن الرابع الام سي بي. تمام. طيب، عشان هبدا منين؟ انا عندي هنا الابلكيشن بتاعي زي ما قلنا ده نيكد جي اس ابلكيشن. اول حاجه هعملها، خلوني اقفل دي واجي هنا الايجنت ستيرنج. فكره الستيرنج دوكس
كيرو هيروح يسكان البروجكت بتاعي بالكامل ويعمل لي دوكيومنتيشن خاصه بالبرودكت وبالديزاين وبالتك ستاك اللي انا مستخدمه. وهنا مش زي برضو اي دي، لا هو هنا بيعملها بجد، يعني كانك انت اللي كاتب الدوكيومنتيشن دي، بل بالعكس بيعملها بطريقه افضل منك بكتير. خلينا نشوف. لو جيت دوست على جنريت ستيرنج دوكس، اوتوماتيك هيروح هنا وركينج يقرا البروجكت بتاعي، يقرا الملفات اللي موجوده في البروجكت. عندي هنا فولو، طبعا ممكن افولو الستبس اللي هو بيعملها. هيعمل فايل اسمه product.md، فايل مارك داون جوه فولدر اسمه كيرو ستيرنج برودكت. البرودكت هنا بيشرح كل حاجه خاصه بالبروجكت بتاعي. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اي كوميرس مبني على نيكست جي اس، الكور فيتشر، برودكت كاتالوج، اليوزر اوثنتيكيشن مع الكيك لوك، الاركتكتشر بتاعي عباره عن ايه، وهكذا. وده زي ما قلنا هو مش بس يعني مش بيحط لي اي كلام وخلاص، مش هلوسه ومش كلام من دماغه، لا الكلام ده بجد على اساس البروجكت بتاعي، يعني كاني انا اللي كاتب الدوكيومنتيشن دي، بل بطريقه افضل بكتير. الحاجه الثانيه بيعمل لي ستراكشر، والحاجه الثالثه التك. لو فتحنا التك هلاقي عندنا الكور فريم ورك حاطط لي الباكجز والفريم ورك اللي انا مستخدمها بالفيرجنز بتاعتها، والاثنتيكيشن الاستراتيجي بتاعتي عباره عن ايه عن طريق هنا الكيك لوك، وعندي الستايلنج مقسم لي كل حاجه بشكل احترافي جدا. الكلام ده كله عملته عن طريق ايه؟ زرار واحد بس دوست كليك عليه راح اعمل جنريت لكل ده. ممكن طبعا ده يتعمل باي اي دي عشان ما يجيش حد يقول الكلام ده، ممكن اعمله بكيرزر او في كود. تقدر تعمل الكلام ده بس هياخد منك وقت عشان تحضر البرومبت، تمام، وهتراجع الكلام ده وراه. بل بالعكس في كيرو انا شايف النتيجه مرضيه جدا بالنسبه لي، وشايفها متقدمه جدا، يعني حاجه احترافيه مش اي كلام. هنا هو خلص الستيرنج دي كده ايه اول حاجه. خلونا نقفل الكلام ده كله. جميل. وعشان نجرب الايجنت هوك خلونا نعمل كومنت للتشنجز دي. انا عندي هنا 3 تشينج، تمام. هقول له هنا اد ستيرنج دوكس، هعمل كومنت للتشنجز دي عشان نجرب الايه الايجنت هوك. طيب في الايجنت هوك هنا بيقول لك اوتوميت ريبيتيتيف تاسك ويز سمارت تريجرز. ده معناه الحاجات اللي انا بعملها بشكل دوري او كتير انا مش عايز اعملها بايدي، انا عايز لا الكيرو هو يعمل ديتكت لاي حاجه تحصل ويروح ينفذ على اساسها اكشنز معينه. خلونا نشوف. لو جيت انا ودوست كليك، نقفل دي كده ونقفل ده. هنا في الكرييت ايجنت هوك قال لك اول حاجه ايفنت occurs، ايفنت بيحصل. الحاجه الثانيه البرومبت بيتبعت للايجنت. الحاجه الثالثه كيرو بيعمل الابديت. واعطيك هنا امثله، مثلا ابديت ماي دوكيومنتيشن او اوبتمايز الكود او لانجويج لوكاليزيشن. ممكن اكتب هنا اللي انا عايزه. فانا هنا مثلا في الدوكيومنتيشن، خلوني في الدوكيومنتيشن هنا listen لكل السورس فايلز في الريبو بتاعتي. فور اكزامبل هنا بيقول لك if this لو تايب سكريبت بروجكت هتلسن على كل الفايلز اللي بتنتهي بدوت تي اس. لو بايثون هتبص على الدوت بي واي، وهتلسن على السبيسيفيك اذر فايلز او الباترن الثانيه ريليتد للسورس كود. لما بيحصل اي تشينج على الفايل دي اسال الايجنت ان هو يتشينج الدوكس في الريد مي فايل او اي سبيسيفيك دوكيومنتيشن. جميل. طيب عشان نجرب ده خلونا نقول له ران هنا انكلودنج الستيرنج. هيروح يقرا طبعا من الستيرنج دوكيومنتيشن اللي هو عاملها، وعمل لي هنا هوك كرييتد. ده اسم الهوك دوكيومنتيشن سينك، وده الديسكربشن ممكن اعدله زي ما انا عايز. ايه اللي هيحصل لما يحصل سيف على الفايل؟ الباترن بتاعتي هنا ممكن اشيل او احذف زي ما انا عايز وخلاص. والانترودكشن ده البرومبت اللي هيتبعت. جميل. خلاص انا بقى هنا عندي ايه؟ هوك. طيب خلونا نجرب. خليني اجي هنا مثلا واقول له هقفل ده كده، تمام، واجي هنا مثلا في الاستراكشر. هنا في الاستراكشر هو حاطط لي ايه في الاستراكشر؟ الاي بي ايز. في اي اي بي ايز؟ في هنا اي بي ايز. في اي بي اي مثلا الريليتد بياخد الاي دي بتاع البرودكت والريليتد برودكتس ليه. طيب تعالوا نغير. هاجي هنا في السورس اب اي بي اي، في البرودكتس ادي الاي دي وعندي ريليتد. هغير الريليتد دي مثلا ليه سيميلر. وجوه السيميلر هاجي هنا مثلا اضيف اي دي تاني او اغير في الفايل ده. هنا بدل البرودكتس مثلا خليها برودكت سيميلر. سيف ده على كده. اول ما جيت سيفت اللي حصل هنا بدا ان ده ايه بيعمل سينك. هنا ادي وركينج وبدا ان هو يشتغل اوتوماتيك. راح عمل ايه؟
هيقرا الريد مي والاي بي اي انتجريشن. I will need to update ال API integration MD file. ادي هنا هيعدل البرودكت للبرودكت سيميلر. راح اعمل ابديت هنا، هبص على الفايل هلاقي في الاي بي اي دوكيومنتيشن هنا راح اغير من البرودكت للبرودكت سيميلر. دي فكره الايجنت هوك، ذكيه جدا جدا جدا. زي ما انت شايف بيجي هنا عمل ابديت لكل الحاجه او الدوكيومنتيشن الموجوده على اساس التشينج اللي انت عملته. فدي الفيتشر الثانيه. نيجي لثالث حاجه وهي الاهم، هي السبيكس. خلي بس ده يخلص هنا. الدوكيومنتيشن ابديتد ميد، ادي الفايلز اللي اتعمل لها ابديت وادي التشينجز. طيب نيجي للسبيكس. وفي السبيكس هنا زي ما قلنا ان من مشاكل الاي اي اي دي ايز ان انا لازم اكتب له فول برومبت. خلونا نشوف كيرو هيتعامل مع حاجه زي كده ازاي. اجي لكيرو هنا تقول له ضيف نيو سبيك. هقول له هنا ان الكارت مش شغاله والاد تو كارت مش شغال والكارت بتديني فور اوف. هدوس انتر واشوف هيتعامل مع ده ازاي. راح اخد الجمله اللي بعتها له كرييت سبيك، راح قرا الستيرنج دوكيومنتس كلها، البرودكت والستراكشر والتك اللي هو عملهم، وبدا هنا حط لي كسبيكس حاجه اسمها كارت فانكشناليتي. لو جينا بصينا هنا على في الفولدر بتاع الكيرو عندي الهوكس دي اللي احنا ضفناها، وعندي السبيكس دي الجديده. في ريكويرمنت السبيكس قسمها ثلاث حاجات، ريكويرمنتس وديزاين وتاسك ليست. في ريكويرمنت حط انترودكشن للفانكشناليتي اللي انا عايزها او الفيتشر اللي انا عايزها، هيعمل اد تو كارت. ريكويرمنت بدا ريكويرمنت يقسمها لي ليوزر ستوريز، كانك شغال على جيرا مثلا عندك تاسك. ادي اول يوزر ستوري وادي الاكسبتنس كرايتيريا بتاعتها. الستوري الثانيه الكاستمر اي ونت تو فيو اول ايتمز ان ماي شوبينج كارت، وادي الاكسبتنس كرايتيريا، انا مش عايز اليوزر ستوري دي. الريكويرمنت الرابعه I want to remove item from shopping cart، هنشيل برضو دي دلوقتي عشان ايه الفيديو ما يطولش مننا. زي ما انتم شايفين ده مارك ده وانا اقدر اعدل عليه براحتي، فمش اللي هو بيحطه لازم انا ملتزم بيه. عدلت على ريكويرمنت. هاجي بعد كده اقول له موف تو ديزاين فيز، هيروح للديزاين الستيب الثانيه. ممكن اقول له فولو هنا، هيجنريت فايل اسمه ديزاين اللي هي الستيب الثانيه هنا، وفي الديزاين هيبدا يحط الدوكيومنتيشن الخاصه بالديزاين. دي ريكويرمنت ودي ديزاين. هنا خلص الديزاين هاجي لي موف تو امبلمنتيشن بلان. هنا عمل جنريت لفايل اسمه تاسك، وهيبدا يليست كل الاكسبتنس كرايتيريا او اليوزر ستوريز هنا كتاسك. عندي اول واحده كرييت الكارت تايبس والانترفيس، وعندي فوق كل تاسك هنا يعني دي تاسك وسب تاسك. اول تاسك رقم واحد والسب تاسك اهي. فكل تاسك عندها زرار فوق اللي هي ستارت تاسك، اقدر اخليه يبدا يستارت يشتغل على التاسك دي. فاينلايز تاسك ليست. هاجي بعد كده لاول تاسك واقول له ستارت تاسك. كل حاجه بيروح يلف على الستيرنج دوكس، يقرا الدوكيومنتيشن الخاصه بالبروجكت عشان يفهم البروجكت شغال ازاي. واول تاسك هي ادي كرييت، هيروح يبدا يجنريت الفايلز وهكذا. لو نلاحظ انا ما كتبتش اي حاجه، الفكره كلها ان برومبت واحد بس صغير انا كتبته له راح هو عمل كل ده، راح قسم تاسك بسب تاسك بيوزر ستوريز باكسبتنس كرايتيريا على اساس المشروع او الستاك بتاعي. اول تاسك هنا كومبليت خلاص وجاب لي السمري بتاعها. هروح للتاسك الثانيه. هنا ساعات التاسك لاحظت ان التاسك ساعات بدوس ستارت بتاخد وقت او يدخلها في كيو يبقى نفس التاسك متكرره مرتين، فبنكنسل التاسك وبنرجع نعمل لها ريتراي. هاجي هنا لما بيجي ران كوماند عندي اوبشن ان انا اتراست الكوماند ده عشان ما يطلبش مني مره تانية. طول ما هو بيعدل بدا ان هو التريجر
للهوك اوتوماتيك لما بيضيف فايلز جديده او بيعدل حاجه، اوتوماتيك الدوكيومنتيشن سينك بتشتغل في الباك جراوند. ودي من مميزات الهوك، هو اوتوماتيك بيتريجر التشنجز ويروح يشغلها على طول. هنا خلص التاسكات كلها. خلونا نشوف الكلام ده هيشتغل ولا لا. هاجي هنا واقول له npm run dev، ارجع للبراوزر اعمل ريفرش. اوكي اشتغلت الكارت، ما جابليش 404. لو جيت دخلت على الاي كوميرس تاني الهوم بيج، ادخل مثلا اجي على ده اد تو كارت من هنا، ضاف الكاونتر و added to cart الايتم، اروح مثلا ل برودكت تاني واقول له اد تو كارت، حط 2 وعمل لي هنا توست. لو دوست كليك على الكارت فتح لي صفحه الكارت وحط لي الايتمز الموجوده. الكوانتيتي ابدا ان انا ازود كوانتيتي عادي، بيزود هنا البرايس وبيزود فوق، انقص كوانتيتي، ادلت ايتم من الكارت وهكذا. ده اللي هو خلصه، وعمل لي يو اي كامله ماشيه مع الايدنتيتي بتاعت الاي كوميرس بتاعتي، بالديزاين، بالباك جراوند بتاعت الكاردز، بالاسرار، بكل حاجه. لو جيت دلت ده خالص جاب لي هنا الامتي كارت ستيت وحط لي اقدر ابراوز الكاتيجوريز. طيب ايه اللي عمله كيرو؟ زي ما احنا شايفين انا كيرو من برومبت واحد بس، انا كتبت له برومبت بسيط جدا، راح هو اوتوماتيك حول لي البرومبت ده لسبيك زي ايبك كده خاص على جيرا. تخيل ان الكارد فانكشناليتي دي هي ايبك على جيرا من البرومبت اللي انت كتبته. قسمها لديزاين وريكويرمنت وتاسك. التاسك دي قسمها مالتيبل سب تاسك وبدا يلف عليها وينفذها. وعندي هنا في الايجنت ستيرنج زي ما قلنا هو بيخش يسكان البروجكت بالكامل، فبقى عندي هنا ستيرنج وبقى عندي هنا السبيكس. ممكن اضيف سبيك ثانيه خاصه بفيتشر ثانيه. ده معناه ان لو في اي حد دخل بروجكت جديد هيشتغل بدل ما اعمل له امبوردنج، هو خلاص بيخش يفتح الكلام ده كله يقراه، يفهم البروجكت شغال ازاي، مربوط ببعض ازاي، ايه بيسمع في ايه، التك ستاك المستخدم ايه، وهكذا. تجربتي انا شايف ان كيرو ممتاز جدا وذكي جدا جدا جدا. ما تعبنيش زي الاي اي ديز اللي كنا بنجربها مع بعض في الفيديوهات اللي قبل كده. حصل فيه بعض الفيليور، انا طبعا جريت الفيديو شويه عشان ما يطولش وهو بيجامب من ستيب للتانيه. حصل بعض الفيليور وحصل كراشز، بس هو اوتوماتيك من غير تدخل مني خالص. بدا هو يتريجر ان في ايرور حصل، وراح بص على الايرور ده، بدا يقراه وبدا ان هو يفكس ويتاكد ان كل حاجه شغاله تمام. اخد مني بعض الوقت وهو بطيء شويه، بس لان هو قسم اللي انا طلبته المالتيبل تاسك. انا كنت ممكن زي ما عملنا في التاسك نقلل التاسكات دي كلها ونعدل عليها، بس هو بياخد وقت على اساس اللي عمله وعمل الكلام ده كله. انا شايف ان هو ممتاز جدا. خلينا نبص للبرايسز بتاعته. لو بصينا هنا على البرايسنج، انت بتاخد 500 بونص كريدت لمده 14 يوم اول ما تيجي تعمل ساين اب، بس طبعا لازم تخش على الويت ليست. فكل البرايسنج بلان لسه كامينج سون، لسه ما طلعش اوفيشال لان هو في البريفيو. بس لو عايز تستخدمه دلوقتي زي ما قلنا بتحط ايميلك في الويت ليست، ولما بيجي لك ايميل تستخدم الكود بدل ما تعمل داونلود وتقدر تستخدمه. فانت معاك 500 بونص كريدت. وده كان شرح الكيرو اي دي من امازون. انا شايف ان هو ايوه برودكشن ريدي، واي دي ذكي جدا وقوي جدا. ونشوفكم فيديو تاني ان شاء الله.